مساء الخير على الجميع، تحية طيبة لكم أينما كنتم في هذه الإطلالة الجديدة. والمناسبة كما تعلمون وتتوقعون هي تشكيلة المنتخب الوطني التي ستشارك في مونديال قطر 2022 والتي أعلن عنها ظهر اليوم وليد ركراكي الناخب الوطني. التشكيلة يمكن أن نقول بأنها لم تفاجئنا، اللهم في بعض الخيارات البسيطة جدا والدقيقة جدا أيضا. كما تعلمون عودة عبد الرزاق حمد الله بعد طول غياب. أنا وعدتكم أنني لن أتحدث عن عبد الرزاق حمد الله، وهذا الوعد كان في إطار ما قبل أن يعلن وليد الركراكي التشكيلة، لكي لا يتم القول بأن هناك تشويش أو أن هناك دفاع مستميت عن اللاعب. لا، نحن فقط وضحنا بعض الأفكار في إطار حملة كان فيها محاولة لاغتيال الشخصية كما يقال، تشويه صورة اللاعب ولا دون النظر إلى مستواه الفني وإلى ما يحقق من أرقام. اختلفت معنا الجماهير المغربية، جزء منها اختلف، جزء منها وضعه وكأنه بديل للنصيري وهو ما لم يحدث، النصيري موجود في اللائحة. جزء منها قال لا، ربما وليد أشديرة أفضل منه، اللاعب المحترف في الدوري الإيطالي في باريس. فحصل نقاش داخل الشارع الرياضي، نقاش صحي، الاختلاف رحمة كما يقولوا. الاختلاف في الرأي ماشي مشكل، ولكن دون تجني، دون تجني، أي لكي لا نقوم بإعطاء أحكام عاجلة وأحكام مسبقة وأحكام قاسية لا علاقة لها بالواقع. اليوم أعتقد أن وليد الركراكي أخذ وقته الكافي. قد يقول البعض، ولأنه التركيز حتى في الفيسبوك إبان إعلان اللائحة كل شيء عبد الرزاق حمد الله، عبد الرزاق حمد الله. قد يقول البعض بأن اعتذار حمد الله مهد الطريق لعودته للمنتخب. ممكن اعتذاره للمسؤولين للجماهير عن خطأ جسيم ارتكبه في مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني سنة 2019. له أسبابه بالطبع، ولكن ما يهمنا اليوم هو أنه حاضر في المنتخب الوطني، أننا ربما نعوض ذلك الخصاص على مستوى خط الهجوم ونستفيد من مهاجم قناص كما قلنا مظلوم لم يأخذ حقه في المنتخب الوطني. حمد الله لماذا نتمنى تألقه في مونديال قطر؟ قلنا لأسباب عدة. لماذا طالبنا به بأن يكون داخل التشكيلة؟ بالنظر إلى الأرقام المسجلة للاعبي خط الهجوم داخل المنتخب الوطني، وما أكد ذلك استبعاد ريان مايي، بغض النظر يلعب في دوري عادي جدا، شئنا أم أبينا. نتمنى إن شاء الله يبدل الوجهة، وليس لأنه لاعب لا يفيد المنتخب، بل بالعكس كان من هدافي تصفيات كأس العالم رفقة أيوب الكعبي الذي هو الآخر مستبعد. وهذا ربما ما يناقض كلام السي وليد في راديو مارس حين تم الحديث على أن لدينا خط هجوم سجل 20 هدف وسجل عليه هدف واحد. قلنا حينها بأننا لم نسجل لا على الأرجنتين ولا على البرازيل، ولكن سجلنا على غينيا، على منتخب السودان الشقيق وغيرها من المنتخبات الضعيفة، وبالتالي هذا لا يقاس عليه. ولا يمكن أن نقول بأن من سجل هذه الأهداف قد يكون منقذ لنا في مباريات أمام كل من كرواتيا وبلجيكا وكندا. منتخبات كبلجيكا وكرواتيا منتخبات صف أول لا ترحم، خط هجوم شرس، ولكن أيضا خط وسط وخط دفاع أكثر شراسة، حراسة مرمى. فقط يكفي أن تقول بأن من يحرس عرين بلجيكا الشياطين الحمر وكورتوا حارس ريال مدريد، أحد أفضل حراس العالم حاليا. وبالتالي هذا ما دفعنا لكي نحذر ونقول بأنه لا تستهينوا بالمنتخبات التي سنواجهها، ونحن في منافسات من حجم كأس العالم، وبالتالي علينا أن نستثمر كل موهبة مغربية قادرة على أن تغزو الشباك، قادرة على أن تحقق التوازن ما بين خط الدفاع وصولا للوسط في خط الهجوم. وبالتالي هذا ما استدعى ربما أن يكون هناك بالفعل دراسة عقلانية من وليد الركراكي بإبعاده لمجموعة من العناصر، ويبقى هو المسؤول الأول والأخير. بما أننا بدأنا بالحديث في التشكيلة عن المفاجأة السارة للبعض وغير سارة للبعض الآخر، لأن هناك كارهون وحاقدون على حمد الله، هذا لا يختلف عليه اثنان، موجود في الإعلام وفي الفيسبوك أيضا ومن الناشطين في العالم الرياضي وغير ذلك. هؤلاء يعني ما بغوش في المنتخب، لا نعلم الأسباب، ولكن ما علينا. نهاية المطاف اليوم المسؤول الأول والأخير هو وليد الركراكي، ووليد الركراكي قرر استدعاء عبد الرزاق حمد الله، بل أكثر من ذلك خلق السسبنس وهو يعلن في الفيديو، وأكيد عشاق الرياضة أكيد شاهدتموه جميعا، جعله هو اللاعب الأخير الذي أعلن عنه في اللائحة. ونتمنى أن يكون بالفعل ختامها مسك أو مسك الختام هو عبد الرزاق، وأن يعطي الإضافة للتشكيلة التي ستكون هناك في مونديال قطر.
والتي ستغادر على ما أعتقد يوم 13، يعني ما بقى لهمش بزاف، الأحد ربما أو الاثنين على أبعد تقدير. سيصلون إلى هناك. لدينا مباراة ودية مع جورجيا كما تم الإعلان عن ذلك مسبقا، إن شاء الله تكون فرصة لاختبار العناصر التي تم اختيارها لتمثيل أسود الأطلس في هذا المحفل الدولي الهام. أول ردة فعل من عبد الرزاق حمد الله كانت عبر منصة انستغرام، قال: الحمد لله من قبل ومن بعد، الحمد لله أن رزقني تمثيل منتخب بلادي ووطني، كأني ولدت من جديد، كأني ولدت من جديد، وهذه فرحة لا توازيها فرحة أخرى مهما كانت. نقرأ في التعابير سنجد أن الشعور شعور مليء بالسعادة، مليء بالافتخار، وأيضا يعني وكأنه ولد من جديد. لا نقولها في أي حدث، لا نقولها في أي حدث، نقولها في الأحداث الجسام، الأحداث الكبرى الفاصلة الحاسمة في مسار حياتنا. فعرف كيف يعبر. أحب شكر كل الجماهير المغربية على مساندتها لي، وإن شاء الله أكون قادر على مساعدة أخواني اللاعبين وتقديم أفضل مستوياتنا لإفراح بلدنا ووطننا إن شاء الله. نتمنى إن شاء الله أن تكون عند حسن الظن، وأن تقدم الإضافة للمنتخب الوطني، وأن تمثل بإذن الله نقطة قوة على مستوى خط هجوم الأسود في المونديال، لأننا نحتاج بالفعل للتهديف، ولدينا دروس وعبر من مناسبات كثيرة جدا. ذهبنا لم نستطع زيارة الشباك إلا فيما ندر، والدليل أن أفضل هداف لدينا في المونديال سجله يعني لديه هدفين لا أكثر، وبالتالي الأمور تحتاج لتصحيح. أعتقد أن تواجد حمد الله، ولن أتحدث عنه كثيرا، ولكن هذا هو الحدث، عودته إلى المنتخب حدث استثنائي وكلكم ترقبتم، بالتالي لا ضرر ولا ضرار من التفاصيل. لماذا قلنا بأن نحتاج إلى مهاجمين من الطراز العالي؟ نؤمن بحراسة المرمى. حراسة المرمى ياسين بونو رقم 2 المحمدي، ويليهم التقناوتي، وسنعود للتقناوتي. لماذا التقناوتي وليس أنس الزنيتي؟ ياسين بونو يطمئن، قدم مسار أكثر من رائع مع ناديه إشبيليا، مرشح للانتقال للدوري الإنجليزي كما يشاع الآن، حصل على أحسن حارس في الدوري الإسباني الموسم الماضي. مطمئن ياسين، يعني لديه خبرة المباريات الكبيرة، لديه خبرة مع المنتخب الوطني. أول تجربة في تاريخ هذا الحارس الودادي كانت في مباراة لن أقول لكم مش السهل الممتنع، ولكن مباراة المستحيل. كان هناك تعادل 0-0 لنادي الوداد في دوري أبطال أفريقيا 2011 مع الترجي في كازابلانكا. رحلنا إلى تونس، نادر المياغري كان عنده وعكة صحية على مستوى اليد. البديل أول مباراة رسمية سيخوضها ياسين بونو. كانت مباراة صعبة جدا أمام الترجي، ورغم ذلك لا يتحمل مسؤولية الهدف الذي تم تسجيله من طرف نادي الترجي. كانت هجمة مباغتة من أقصى الجهة اليسرى، يسدد كرة تستقر في الزاوية اليسرى للحارس، فكان من الصعب بمكان على أفضل حراس العالم تصدي لتلك الكرة، ولكن في المجمل قدم 90 دقيقة راقية، ومن هنا بدأ المشوار. ونحن اليوم نرى ياسين بونو في أعلى المراتب كرويا مع نادي الأندلسي، ونتمنى إن شاء الله مع التعثر في المسيرة الموجود حاليا في نادي إشبيليا أن ينتقل إلى فريق آخر يلبي تطلعات هذا الحارس الكبير. المحمدي أمر عادي، وإن كان يلعب في الوحدة السعودي، هو الحارس الثاني للمنتخب، لديه التجربة، خاض معنا كأس الأمم الأفريقية في مناسبتين، لديه كل الإمكانيات. لا سمح الله، لا قدر الله أن حصل أي شيء لياسين بونو أن يكون خلفا له في الميدان. والحارس الثالث أكيد التقناوتي، حارس شاب متألق، قدم موسم رائع مع الوداد، يعرفه مواسم مشيت موسم، يعرفه جيدا وليد الركراكي. لماذا فضله على أنس الزنيتي لا أعلم. أنس الزنيتي أيضا قيمة كبيرة جدا مضافة للأندية أو للمنتخبات الوطنية. قيل أنه مصاب، يقال أنه اليوم إجراء الفحوصات، تم فحوصات طبية لأنس، وأنس بحالة صحية جيدة، ولكن القرار الأول والأخير يعود لوليد الركراكي، وربما وليد يفكر في المستقبل. أنس أيضا سنه كبير، يعني اقترب من الاعتزال. تقناوتي لا زال شابا، ربما يمثل أيضا الخلف لبونو في المستقبل، ويكون لما لا الحارس الأول للمنتخب الوطني المغربي. وبالتالي هذه ربما جزء من قناعات وليد الركراكي. على خط الدفاع لم تكن هناك مفاجآت كثيرة، هناك من قال بأنه قد يستدعي بانون أو لا يستدعيه. في نهاية المطاف استدعى بدر بانون. بدر بانون لديه نقطة قوة في الخط الدفاع للمنتخب الوطني، ليس فقط الجرأة، ولكن بإمكانه أيضا أن يبدأ الهجمة من الخلف. عنده القدرة على الاختراق وقطع المسافات واختصارها، وعنده القدرة على التمرير للأظهرة أو حتى مباشرة للاعبي خط الهجوم.
وفي كأس العالم في حال لعبت على الهجمات المرتدة تحتاج لمثل هذه التصرفات داخل أرضية الميدان من عدد من اللاعبين. سايس أكرت ثنائية قد تعود كأساسيين، ملأ مكان أكرت حين أصيب لاعب نادي ويست هام، ملأه أشرف داري، وأشرف داري يرى فيه ربما المستقبل. وليد الركراكي دربه داخل نادي الوداد، تعثر مؤخرا مع نادي بريست، ولكن بالنسبة لوليد يعني اسم يستحق أن يكون في مونديال قطر، وهذه تبقى دائما وأبدا وجهة نظر المدرب فيما يخص وجود داري. عودة اليميق متألق بشكل كبير جدا في ناديه الإسباني هناك في إسبانيا، مواسم كانت أكثر من جيدة، تمكنوا من الصعود لقسم الأضواء، مدافع شرس، لعب في الدوري الإيطالي، اليوم في إسبانيا كان عميد فريق أو دفاعات نادي الرجاء البيضاوي، قبلها أولمبيك خريبكا، لديه مسار أكثر من جيد. على مستوى الفورما اليميق أيضا قادر على أن يكون سد منيع داخل خط دفاع المنتخب الوطني. وأيضا الفرحة الكبرى كانت من نصيب أحد لاعبي البطولة الاحترافية الذي عاش بترقب على ما أعتقد الإعلان عن التشكيلة، يحيى عطية الله، لاعب نادي الوداد البيضاوي ولاعب مجموعة من الأندية المغربية منها أولمبيك أسفي. عطية الله أيضا من المواهب الشابة داخل البطولة الاحترافية، ويسعدنا أن يكون عنصر من البطولة داخل كتيبة أسود الأطلس التي سترحل لقطر. فهنيئا ليحيى عطية الله التواجد داخل كتيبة المنتخب الوطني. الأسماء الأخرى التي كانت في التشكيلة يعني أنا صراحة لم تفاجئني. نتحدث عن أمين حارث، نتحدث عن صابيري، حكيم زياش أكيد كان يعني معروف أنه سيلعب، حكيم خاض 60 دقيقة مع ناديه تشيلسي، نتمنى إن شاء الله أن يكون مستوى حكيم بشكل جيد مع المنتخب الوطني، لا لشيء، أعتقد بأنها فرصة لينتقم لنفسه، وأعتقد أنه إن كان يبحث عن فرقة قوية داخل الكالتشيو أو حتى داخل البريمير ليج، بالحديث عن توتنهام، بالحديث عن يوفنتوس، عن ميلان، أعتقد أنها فرصة مواتية لكي يثبت ذاته داخل كأس العالم مع المنتخب الوطني، وأن يعوض مرحلة الفراغ التي مر منها مع ناديه تشيلسي. أمين حارث يبقى رقم صعب داخل نادي مارسيليا، ومستواه يعني منذ أن بدأ من فتيان فرنسا، واللاعب يقدم مستويات أكثر من رائعة مع المنتخب الوطني. صحيح أداء مترنح، ولكن على العموم قد ينفعنا في كأس العالم. نمط اللاعب، ستيل اللاعب داخل كأس العالم مع الفرق التي سنواجهها وهي أوروبية، كندا أعتبرها منتخب يلعب بطريقة أوروبية، فسيكون هناك الالتحامات البدنية تغيب بشكل كبير، وسيكون هناك مساحات من أجل أن يعطي الفرجة والمتعة، ولكن دون أن يكثر من المراوغات التي دائما وأبدا ما تنتهي بهجمات مرتدة من الخصم. وبالتالي على أمين حارث أن يلتزم وينضبط مع أوامر ناخب الوطني وليد الركراكي. من العناصر ذهبنا بعيدا إلى وسط الميدان، قبل ذلك سفيان مرابط، هذا الأخير أيضا يعول عليه كثيرا في وسط ميدان المنتخب الوطني، خاصة من الجهة الدفاعية. عليه أن يكون سد منيع، عليه أن يكون سريع في التحول من الدفاع إلى الهجوم، وأن يشكل حلقة الربط مع الأظهرة. لدينا بحمد الله أفضل الأسماء الموجودة على المستوى الدولي، نتحدث عن نصير ونتحدث عن أشرف حكيمي، هذا الثنائي الجميل المبدع مع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على التوالي بإمكانه أن يقدم الإضافة. مستوياتهم بتصاعد، لا أشرف ولا حتى نصير اليوم تجربة جديدة مع الباير، برثم الباير وإيقاع بايرن ميونخ سينعكس بالتأكيد على اللاعب، وبالتالي هنا نقول بأن أهمية أن يتواجد لدينا عناصر على مستوى البوكس، على مستوى يعني نقطة الجزاء أو حتى منطقة الجزاء، من الأمر يعني جيد بمكان أن يكون لديك عنصر قناص، عنصر يستطيع أن يستخدم ويتعامل مع الكرات العالية كما الحال هو مع الكرات الأرضية، يسدد من بعيد، يستطيع أن يدخل بين مدافعين، لا يخشى الدفاع، مثل هذه الأمور. وهذا ربما ينطبق على وليد شديرة، متميز جدا، شاهدناه لم يعطي الكثير مع المنتخب الوطني لأنه لم يشارك في لقاءات كثيرة، ولكن من الممكن أن يتأقلم وأن يكون يعني ولادة هذا اللاعب داخل كأس العالم. نصيري هو الآخر، قد يفاجئنا في أي لحظة بطوله الفارع، بتحركاته، بلياقته البدنية العالية، وبالتالي بتواجد كل من أشرف حكيمي ونصير، بالإضافة إلى سفيان بوفال، بالإضافة إلى حكيم زياش. أعتقد أننا نمتلك خطوط متساوية متكاملة، لديها
قوة، لديها القدرة على اختراق أصعب الدفاعات، ولكن بتوازن ما بين خط الدفاع وخط الهجوم، وعدم المبالغة واللعب على إمكانيات الخصم. لن نستشرف المستقبل مبكرا، لا زال على لقاء 23 من نوفمبر أيام عدة، ربما نلتقي في فيديوهات أخرى لنحدثكم عنها، ولكن أقول أن هذه التشكيلة متوازنة متكاملة. حتى لا ننسى أيضا الصابيري لاعب سامدوريا، قدم مستويات جيدة مع المنتخب الوطني، لديه تسديدات قاتلة، لا يعرف حراس المرمى من أين تأتيهم، قد يكون أحد الحلول. وهنا أتفهم وليد الركراكي حين يقول بأنه هناك يعني فلسفة خاصة، ربما قد لا تحتاج إلى مهاجم صريح، وبالفعل مفاتيح التسجيل وليس اللاعب فقط، مفاتيح اللعب متنوعة، ولكن مفاتيح التسجيل لدى المنتخب الوطني حاضرة جيدة، ومنهم الصابيري قد يكون أحد الحلول. أوناحي هو الآخر، لا ننسى اللاعب أونجي الفرنسي هو الآخر متميز، قدم مستويات طيبة مع المنتخب الوطني، وتمكن من فك عقدة الكونغو إن كنتم تتذكرون في كأس العالم في التصفيات. وبالتالي أوناحي متطور في مستواه، وبإمكانه أن يكون إضافة نوعية للمنتخب الوطني. من تبقى بلال الخنوس، هذا اللاعب الذي لعب لصغار بلجيكا، كانت هناك ضغوطات كبيرة جدا لكي يمثل المنتخب البلجيكي خصم المنتخب الوطني في المجموعة السادسة، ولكنه مرة أخرى يؤثر اللاعب للمنتخب الوطني، وهذا أمر جيد. متألق مع نادي جنك، نتمنى أن يكون هو الآخر إضافة، لا أعتقد أنه سيكون من الأساسيين، ولكن على مستوى مقاعد البدلاء سيكون ورقة رابحة لوليد الركراكي، ويمكن أن يتعرف عليه على إمكانياته بإشراكه ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة في مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره الجورجي. من بقي لم نتحدث عنه، الزلزولي هو الآخر لديه فرصة لإثبات الذات، انتقاله من برشلونة لأوساسونا يعطيه مستوى جيد ودقائق أكبر من اللعب، مستواه جيد، دليل على أن برشلونة لا يريد التفريط بعقد اللاعب. ربما يكون أحد الأسماء الرابحة، والسرعة القاتلة التي لديه والمراوغات بإمكانها هي الأخرى أن تكون أحد الحلول. هنا نقول بأن المنتخب الوطني بالتشكيلة الأساسية التي يفكر فيها وليد الركراكي، بالإضافة إلى مقاعد البدلاء، لديه تشكيلة متكاملة، والجميل في الأمر أن لديه تشكيلة شابة. هناك مجموعة من العناصر الشابة التي عندها اللياقة البدنية، بإمكانها مجاراة الإيقاع السريع الذي تتميز به مباريات كأس العالم، وهذا نقطة إيجابية تحسب للمنتخب الوطني، مع توظيف جيد من طرف الناخب الوطني للاعبين، وأيضا إبقاء الأوراق الرابحة على مقاعد البدلاء لتوظيفها بناء على نتيجة المباراة المسجلة، على قوة الخصم وقدراته على الثغرات التي تكون لديه. بإمكاننا بإذن الله أن نحقق نتائج إيجابية. أنا متفائل منذ زمن بعيد، قلنا بأن الحمد لله الأسماء الموجودة بإمكانها أن تحقق الشيء الكثير، ولكن بأن لا تكون هناك مجاملات في التشكيلة، وأعتقد أن غياب المجاملات هو الذي أقصى ريان مايي، وقلناها قبل قليل، الأخوان مايي أقصيا من التشكيلة، وإن كان ريان قدم لنا مجهود جبار في التصفيات، ولكن هذا هو حال كرة القدم. يعني أقول بأننا سنستفيد من هؤلاء الذين غابوا عن التشكيلة، خاصة من الشباب الذين شاركوا في السنوات الأخيرة مع المنتخب الوطني، سنستفيد منهم في التصفيات المؤهلة لكأس أفريقيا، سنستفيد منهم في لعب كأس الأمم الأفريقية، مباريات أخرى إعدادية ودية، أو حتى التصفيات التي ستكون مؤهلة للمونديال 2026، لأنهم حينها سيكونوا وصلوا لمرحلة النضج، وغيروا بعضا من الأندية التي يلعبون لها، واحترفوا على مستوى أعلى، وبالتالي هم يعني لبنة أساسية في بناء غد المنتخب الوطني. لا ننكر عليهم فضلهم حين قدموا الإضافة للمنتخب، ولكن مستوى المنتخبات التي تنافس بدون عواطف، التي ننافسها في تصفيات كأس الأمم الأفريقية مؤخرا والتصفيات المونديالية، ليس هو المستوى الذي سنلعب فيه في كأس العالم، وبالتالي تطوير مستوى هؤلاء اللاعبين قد يؤهلهم ليكونوا معنا في التشكيلة. تحدثنا عن الجميع، قلنا أمل لاح، الياس الشاعر، أيضا الياس موهوب جدا، ولا يلعب في دوري عادي بل في الدوري الإنجليزي، كوينز بارك رينجرز. لديه موهبة المراوغة، لديه موهبة التمرير، لعب مع المنتخب الوطني لعدد من المباريات تحت إمرة وحيد خليلوزيتش. بإمكانه هو الآخر أن يكون أحد الأوراق الرابحة في حال ما استعصى علينا اختراق دفاعات أحد المنتخبات التي سنلعب ضدها، وكانت يعني النتيجة تمكن وليد الركراكي من استبدال لاعب على مستوى الوسط الميدان الهجومي. لديه تسديدات قوية جدا، ولديه القدرة على الاختراق، ولديه أيضا يعني الجرأة في تملك أو امتلاك الكرة أمام الخصوم لأطول فترة ممكنة، وبهذا يخلق مساحات لزملائه. تشكيلة أيضا لا ننسى أنها تضم مجموعة من العناصر الذين خاضوا مونديال روسيا 2018. لدينا عدد من اللاعبين، أكيد ياسين بونو والمحمدي، أكيد
حكيم زياش، حكيمي، عدد من اللاعبين، سايس، كلهم خاضوا كأس العالم. سفيان مرابط حتى هو خاض كأس العالم روسيا 2018، بغض النظر من لعب ومن بقي في مقاعد البدلاء، ولكن عاش الأجواء، عاش مرارة الإقصاء، وبالتالي هؤلاء بإمكانهم أن يكونوا لديهم الخبرة والزاد في مثل هذه المنافسات. والإضافة البسيطة التي أود أن أختم بها أننا سنلعب أمام جماهيرنا العريضة، وصدقوني الجماهير أو الجالية المغربية في قطر جلها اقتنت تذاكر مباريات المنتخب الوطني، تقريبا قامت عليهم التذكرة ب 2000 درهم، 200 دولار، قطعوا بكري باش يضمنوا راسهم بلاصة داخل المدرجات. الملاعب التي سنلعب بها يا سلام، ملعب البيت، ملعب ثمامة، ملاعب رائعة ورائعة جدا شاهدتموها في كأس العرب، وكيف تحمس وتشجع على تقديم مستوى راقي. قلنا الحضور الجماهيري سيفوق حضور جماهير بلجيكا، كندا، كرواتيا، سنكون أغلبية ساحقة، اللون الأحمر، درابوات الجاليات العربية، التحفيز الإعلامي الموجود، كل الأمور متاحة من أجل أن نتألق إن شاء الله في مونديال قطر. فهذه يعني أمور تصب في صالح المنتخب الوطني. أنا سعيد بالتشكيلة، أقولها ليس فقط لأن هناك كانت عدالة في عودة عبد الرزاق حمد الله، والله لا، ولكن أعتقد أن نقاط الضعف التي كانت لدينا والخيارات التي أتيحت لوليد عرف كيف يختار الأفضل منها دون مجاملات، لكي لا ربما هناك جماهير تختلف تقول هذا موجود في التشكيلة، كان من الأجدر أن يكون اللاعب آخر إلى غير ذلك. ولكن أعتقد أن حتى قاعدة الاختيار بالنسبة للناخب الوطني لم تكن شاسعة بشكل كبير جدا كما كان عليه الحال. مثلا إبان فترة إيريك جيرس كان عندنا شي 50 لاعب كي يلعبوا، وهذا كتلقاه مع مونبولييه هداف ومتوج بلقب البطولة، الآخر مع سوشو إلى غير ذلك. كانت هناك أسماء أو بوردو عفوا، هناك أسماء متألقة في الدوري الإيطالي في غير ذلك. فكان عند الناخب الوطني يلقى مشكل أن يختار لائحة من 26 لاعب. اليوم اللي عندنا 30 35 منهم شباب، منهم من يشق طريقه نحو النجومية، ولكن منهم من هو مستعد لخوض منافسات من حجم المونديال. أعتقد أن جل هؤلاء الأسماء رأيناهم في التشكيلة. بالتوفيق المنتخب الوطني، توفيق للعناصر الوطنية، وسنكون من خلفكم بإذن الله جمهور وإعلام، نساند ونؤازر حتى آخر رمق، ونتمنى أن نسجل مفخرة وطنية جديدة، على الأقل تقدير تصل إلى ما أنجزه أسود مكسيكو 86. دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.